سلام خياتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي راهو داير ضجة في التيك توك دجاجتي المقلية. أنا جربتها معاكم ورافقتها هكا مع بطاطا صوتي، وراح نعطي لكم رأيي في الصراحة يعني في آخر الفيديو. شوفوا هنايا جات كيفاش جات محمرة مقرمشة وطيبة من الداخل، يعني اللي يقول لك ما تطيبش ولا هذا خطأ. الطيب لاباس عليها تجي طرية الداخل. تشوفوا حتى يعني حتى الصدر تاعها شوفوا كيفاش جا طايب، وحاجة يعني تجي مزيتة. لا ما تجيش مزيتة، شفتوا كيما لي فخيت يعني اللي نقليوها، وكي نقليو لي فخيت في الزيت نفس الشيء، يعني ماش حتشرب لكم الزيت. طريقة التحضير شوفوا حكمت جويجة ماشي دجاجة، يعني جويجة هكا تاع تحمر كيما نقولوا. غسلتها بالملح والخل وقطرتها مليح، وجبت هنايا فصوص هكايا تاع الثوم، ورحت بيكيتها يعني في هكا في عدة أماكن بالموس فقط، وحكمت هذوك القطع ولا هاد الفصوص تاع الثوم، وجيت رشقتهم هكذا في الدجاجة. هاد الوصفة تاع الدجاجة المقلية ما تسحقش يعني بزاف توابل ولا ماريناد كيما اللي نديروها في الفوغ، حتى لي زيبيس يعني ما تسحقش بزاف. وهكذاك وانايا درتها على الطريقة تاعي. هنا نحكم قلت لكم حتى شوفوا حتى دورت الدجاجة يعني في ظهر الدجاجة، ودرت يعني في لي كويسيت وهكذايا. حكمت رشقت هذاك الفصوص تاع الثوم اللي قطعتهم ان بو بارتو بهذه الطريقة. وجبت هنايا الملح كيما نعرفوا الدجاج المحمر يحب يعني شوية ملح بزيادة، دونك هكذا تزيدوا شوية الملح، ماهيش حتجيكم مالحة و كونتخيغ تجي بنينة. وكي درنا هادوك الثقوب، هاد التوابل تاني رايحين تشربها هاد الدجاجة. وفي التوابل أنست هنايا شوية تاع فلفل الكحل، وشوية هكذا تاع راس الحانوت، وكيما راك تشوفوا دايما هاني نرمي شوية هكا للداخل هكذا باش تتبل كامل هاد الدجاجة. وجيت هكايا مسحت كامل هادوك التوابل كامل هذاك الجلد من الفوق، وهي هكذا و ميم طون قلت لكم يدخلوا في هادوك الثقوب. هكذا طريقة سهلة مش ما فيها حتى جهد يعني، بهذه الطريقة. وانا درتها شوية هكا من قبل وخليتها يعني تتشرب شوية توابل هكذا. وكإضافة أنا زدت هكا زعترة، درتها هكا شوية من الفوق، وجيت دحشيت بها يعني لداخل هذيك الدجاجة لداخل هكذا، رايحة تنسم الدجاجة تاعي مليح. من بعد جبت هكا خيط هذا تاع الخاص يعني بالمطبخ، وجيت ربط هكا الرجلين تاع الدجاجة يعني باش تكون محكومة، ودرت واحد يعني في جهة الجوانح والصدر. وهاي ليك الدجاجة تاعنا راهي واجدة، راهي متبلة وواجدة باش نبداو نقليوها. entre temps أنا رافقتها مع بطاطا sauté. كنت رافقت كنت يعني بارطاجيت عفوًا الوصفة هذية في فيديو سابق، رايحة نخلي لكم يعني الرابط تاني في صندوق الوصف. وجيت درت معاكم هنايا الزيت، خدات لي حوالي هكذا ليتر تاع الزيت. واسمعوا هنايا هذاك الطبق اللي درتو، وديروا حسابكم يعني حتطلع الزيت هذيك تحطوا هذيك الدجاجة. حطيتها على نار متوسطة. أنا البطاطا تاعي من بعد ما تبلتها ودرتها في الأير فراير تحمرت لي تخي بيان. والدجاجة تاعي قعدت نقلبها فيها حوالي كل ربع ساعة، نقلبها على جهة وهي راهي تطيب وتتحمر. وخدات لي هنايا تقريبا ساعة من يعني في الطهي. وشوفوا أنا حطيتها في النار المتوسطة هكذا وخليتها طيب بغرضها، وكي في الاخر قريب طيب زدت رميت لها هكذايا كيما نقولوا زوج كرون تاع فلفل، زوج فلفل حار هكذايا يتقلى معاها جا بنين، وزيد بزياده يعطي نكهه يعني واحد الريحه تهبل. هاي لك الدجاجه تاعي اللي رافقتها مع بطاطا صوتي. جيت انا زينتها في الطبق تاعي. ونقول لكم دجاجتي يعطيك الصحة على هاد الوصفة، ديجا كنتي شهيتينا كي حطيتيها. نقول لك ربي يبارك لك إن شاء الله في المشروع تاعك. وحاجة نقول لكم يعني صراحةً تستاهل الضجة اللي دارتها، بنينة بنة لا توصف.
صدقوني يا البنات تستاهل التجربة 200%. بنينة واحد البنة يعني حاجة واحدة أخرى على الدجاج المحمر. نتمنى تجربوها، تعجبكم الفيديو تاعي وتشتركوا في القناة تاعي إن شاء الله. سلام.